المنتخب الأسباني بيبدع ويمتع على الأراضي التركية وبيسجل 6 أهداف، ولاعيبة أسبانيا بتستعرض قوتها. لامين يامال بيتخانق مع أردا جولر وجولر بيشتكي للحكم منه، ولامين ما بيسجلش بس بيصنع هدفين. بدري بيسجل هدف عالمي بذكاء كبير منه، ولقطات من الماتش متعة ما بعدها متعة هنتكلم عليها. في البداية خلونا نكسب ثواب الصلاة على سيدنا محمد، ويلا بينا ندخل في التفاصيل. المنتخب الأسباني بيضمن صدارة المجموعة وبيسجل 6 أهداف بيحطم فيهم آمال المنتخب التركي في الصدارة. لامين يامال بيتألق في الشوط الأول وبيراوغ دفاعات المنتخب التركي الضعيفة في أكتر من لقطة هنشوفها مع بعض. لكن في البداية خلونا نشوف اللي حصل. المنتخب الأسباني ما خدش وقت كبير علشان يسجل الهدف الأول. بدري بيسجل الهدف الأول بعد 5 دقايق، في الدقيقة السادسة بيسجل هدف عالمي من بره المنطقة بعد لقطة ذكية جدا خدع فيها مدافع المنتخب التركي وحطها ار2 في الزاوية البعيدة. وكأن بدري الموسم ده بيقول للي بينتقدوه انه ما بيسجلش اهداف من بعيد وكده، اهي الاهداف اهي طالما هي دي اللي هتحسم ان افضل وسط في العالم. والهدف التاني ما بيتأخرش وبيجي في الشوط التاني في الدقيقة 22، والمرة دي بتيكي تاكا اسبانية باللاعيبة المنتخب الاسباني. بدأها بدري ولعبها كوكوريا وصنعها اوريزابال، وانهاها المهاجم الاسباني ميكيل مورينو اللي رجع في الوقت بدل الضايع من الشوط الاول وسجل الهدف الثالث الجميل. لا وكمان سجل الهاتريك مع بداية الشوط الثاني، هدف عالمي بأسيست من الجوهرة لامين يامال. المنتخب الأسباني بيقدم متعة وبيقضي على منتخب تركيا في شوط واحد. بدري بيسجل هدفين ولا أروع، وبيصنع الهدف الثاني لمورينو بعد جملة بدأها هو. بدري مش طبيعي ولمساته للكرة بتخليك قاعد مستمتع باللي بيقدمه. أما لامين يامال فظهر بينه وبين أردا جولر لقطة غريبة وكوميدية الصراحة. لامين في المشهد ده وقف قدام جولر قبل ما يلعب الفاول. جولر طبعا شايل نص دستة أهداف، وتصرف لامين مستفز الصراحة. جولر دفعه بالشكل ده وراح للحكم يشتكي منه من تصرفاته، ولامين بيضحك ولا فارق معاه أي حاجة. لامين اللي في المباراة دي ما سجلش أي أهداف، ومحاولاته كلها للتسجيل كانت إما الحارس بيتصدى ليها أو الكرة بتضيع بعيدة عن الشبكة زي الفرصة دي. لكنه في أكتر من لقطة قدم المهارة اللي بنحب نشوفها على أرض الملعب، ورقص دفاعات المنتخب التركي وجنن معلق المباراة الشوالي معاه. لكن في النهاية فرصه كانت بتضيع وما قدرش انه يسجل اي اهداف، بس صنع هدفين منهم هدف لفيران توريس وهدف تاني لمورينو. يا بخت المنتخب الاسباني بلاعب زي لامين يامال وبدري.